عاملين ايه يا حلوين؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم روتين كله نشاط كده ورغاوي ونظافة. هيعجبكم بإذن الله، هتشجعوا بعد الفيديو ده وشوفوا بقى ايه اللي وراكم. روتين كده ايه يشجعكم في عز البرد اللي احنا فيه دي. تمام. جو ساقعة بقى وبرد كده، في الواحد كسل. الواحد بيكسل انه يغسل مواعينه وكده، فالروتين ده هيشجعكم بإذن الله. هنعمل مع بعض كريب وشوية كده روتين في المطبخ. تمام. انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. ادي يا جماعة الكريب اللي انا عملته. انا اسفة لو صوتي عامل كده، عشان برضه انا عندي برد، وقلت ايه لازم برضه ايه انزلكم فيديو كده فسجلته. إيه المهم، شايفين عجينة الكريب بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي. معرفتش اصور بقى عشان كان المية قطعة وكده، والمطبخ كان مكركف. ايه عملت كده حاجة، يعني عملت العجينة على السريع كده. تمام. والحشو قلت هعملها كده ايه معاكم وانا بحشيها. عملت العجينة بكوبايتين من دقيق، كوبايتين من السوائل، لبن على مية. تمام. انا حطيت ايه يا بنات على كوبايتين الدقيق، حطيت ربع كوباية من اللبن، والباقي مية. كوبايتين بقى، باقي الكوبايتين مية. حطيت رشة ملح وسكر وشوية كده من الفلفل الأسمر، بس كده. ومعلقتين زيت. ضربتهم في الخلاط كويس جدا، وتقلبيهم عشان لو في تكتلات ولا كده. تمام. والفراخ شلوحتها كده بحته سمنه بلدي، وحطيت عليها التوابل، ملح وفلفل اسمر وكمون، بس كده خلاص. لما استوت طفيت عليها. جهزت بقى عملت قلت ايه بطاطس اللهم صل على النبي، وجبنه موتزاريلا والحشو الفراخ والزيتون والفلفل. تمام. طبعا المخلل عشان ساعة الأكل وكده، والكاتشب والمايونيز زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدأ بقى ان انا احشي الكريب. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، واروح تانية نصين. تمام. وهعمله زي على شكل المثلث. وهعمل كمان اللهم صل على النبي اللي هو زي سندوتش كده، شبه الشاورما كده. تمام. ولما اخلص هحطه يتصدم على النار. عاوزه اقول لكم طلعوا ابيض كده، يعني ايه، مش تخلوه يتحمر قوي، وهو ايه، هو عجين، علشان لما تيجي بعد الحشو تحطها على النار وهو ابيض كده يعني ايه ينشف ويبقى ايه مقرمش معاكي وكده. عاوزه اقول لكم هو كان جميل، ومش هتحط عليه نشا ولا اي حاجه، هو كان مقرمش حلو. العجينه طلعها بيضه، وتحمصيها وتحمريها يعني بعد الحشو ما تعمليها وكده. تمام. لو وصلتي معايا لعند هنا، متنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. طبعا مستنية رأيكم في الكومنتات، رأيكم في فيديو النهاردة. تمام كده يا بنات. في منيو أكلات الأسبوع، شوفوه إن شاء الله يعجبكم، موجود على القناة ومشتريات وروتينيات وكده. تمام. عاوزة اقول لكم ده الرغيف، قلت اقطع حتة كده واعمله ايه، شكل مثلث زي ما انتوا هتشوفوا. دي اول كريبايه طلعت معايا، كنت بعمل والكريب على النار، اللي خلص اروح احطها على النار. تمام. انت بقى بتحطي كاتشب ومايونيز ساعة الاكل وكده. تمام. هبدأ بقى ان انا اعمل دي كده وايه واكملها. حسيت دي كده اسهل، تعملي بسرعة. بسم الله ما شاء الله. كنت اللي اعملها اروح احطها على النار، بحيث لما اخلص يبقى انا ايه سويته كده يعني. خلصت تسوية مع تجهيز، عشان مش اخد وقت وكده، عبت لما
قلت هحشي واجي اعمل مرة واحدة، لا، اللي احشيه واروح احطه على النار يتحمر بحيث ان دي كله يخلص مع بعض وكده. بسم الله ما شاء الله، شايفين قد ايه هو مقرمش كده وحلو. تعالي بقى، خلصنا الغدا واتغدينا والحمد لله، شربنا الشاي، المية اجت، نغسل المواعين. اعمليلك اي حاجة كده تدفيكي، كنت تحبي الشاي اليانسون تعمليلك ليمون دافي، اي حاجة كده تعمليها تدفيكي، وبعد كده قومي على غسيل المواعين على طول. اول باول كده مش هتحسي باي مجهود ولا اي حاجة خالص. لما بتنضفي الشقة بتاعتك اول باول مش هتحسي باي مجهود. وبعدين الجو الساقع ده عاوز الواحد يتحرك كتير، طول ما انتي قاعدة ومتلغفة تحت البطانية هتفضلي سقعانة. فانتي قومي بقى شوفي ايه اللي وراكي في المطبخ في البيت، اعمليهم، وبعدين الحركة بتدفي الواحد. تمام. عاوزة اقول لكم انا بشجعكم، وانا اللي عاوزة اللي يشجعني والله. انا الوقت الساعة 4:30، مش عارفة 4:30 ولا ايه، 5 الفجر، بسجل الفيديو الساعة 5 الفجر بعد ما اولادي يناموا كده. تمام. قلت اسجله كده وانزله لكم، مع اني عندي برضو كده اصلا مش قادرة اتكلم. فقلت لا، اسجل الفيديو ان شاء الله انزله لكم بقى لما يحملوا كده. انا بقوم تشجعي كده شوفي اللي وراكي، واكتبيلي في الكومنتات رأيك في الفيديو. عاوزة رأيكم يا بنات في الفيديوهات اللي انا بعملها بتعجبكم. لو في حاجة مثلا مش عجبتكم في الفيديو كده اكتبولي في الكومنتات. تمام تمام، وهنستفاد من بعض. غسلت اللهم صل على النبي الكوبايات، وبعد كده المعالق، وبعد كده الاطباق، بروح غسلاهم كلهم مرة واحدة، واروح مشطفاهم مرة واحدة. تمام. وبعد كده بروح على الحلال بقى، دي بقية الاطباق اروح مشطفاها كده تحت في الحوض كده. تمام. الفرشة بتاعت الببرونة هبدأ بقى ان انا اغسل الحلال وكده. المواعين كانت كتيرة علشان المية كانت قطعة، ومكناش غسلنا، مش كنت غسلت المواعين طول اليوم ولا كده. عاوزة اقولكوا ان الغطا بتاع الحلة ده البتاع بتاعه انكسر، مش عارفة اذا هو كان له حل ولا ايه. لو حد عارف ان هو له حل ولا كده حل اعمل ايه عشان اراجعه، بس مش عارفة. عاوزة اقولكوا اني بغسل المواعين، الدبلة دي وقعت مني في الحوض. هتخلوا بالكوا لو لابسين خياتيم، دبلة، محبس، اي حاجة وانتوا بتغسلوا المواعين، خلوا بالكوا علشان او الاحسن اقلعيها وانتي بتغسلي المواعين، عشان لو الحوض بتاعك من النوع اللي هو اللهم صل على النبي المصفى اللي هي بتنشال ده، ممكن وانتي مش بتاخدي بالك تقع لا قدر الله وانتي بتصفي المية ولا كده. فلو وسع عليكي زي بتاعتي كده مش تلبسيها وانت اثناء غسيل المواعين وكده تمام. هبدأ بقى ان انا اغسل الرخامة واشيل الازايز دي كده وامسح تحتيها كده. تمام. هبدأ بقى ان اغسل ازايز المية دي واملاها مية جديدة وكده، عشان المية زي ما انتوا عارفين بتقطع. فالواحد لما بيكون بيخزن المية الواحد لما بيخزن المية عاوزة كلها مش بتقطع، لما الواحد مش عامل حساب بتروح قطع. مش عارفة معايا بس ولا معاكم انتوا كمان. زي انا عاوزة ارميها بس كنت محتارة مش عارفة ارميها ازاي. بس المية الكبيرة دي كانت مكسورة، فقلت احط فيها ورقة كده، بس قلت لا اخليها، ولما يكون متوفر عندي ازازة من اللي هي ال2 لتر دي، بروح اقطعها نصين كده واحط الازازة دي في النص، واروح
عاملاها حطاها في كيس كده عشان ايه، لا قدر الله يعني لما ترتمي مش تتعور حد. خلصت المطبخ، شايفين بسم الله ما شاء الله. عاوزة اقولك الواحد بيحس براحة نفسية جدا لما بخلص المطبخ وخلص كل اللي وراه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نيجي بقى للبوتاجاز. تمام. عاوزة اقولك البوتاجاز بتاعك لو مش عاوزاه يعمل دهون ولا كده، تغسليه كل يوم بعد الغدا، مش هيتراكم دهون ولا كده. انا عارفة الواحد يكون غصب عنه ولا كده مش بيقدر ان هو يغسله كل يوم بعد الغدا، فانتي لا، حاولي كل يوم بعد الغدا تغسلي المواعين، تروحي اعتبري يعني ايه البوتاجاز دي من المواعين، اغسليه كده بالمرة وانتي هتحسي بفرق جامد والله. يلا اشوفكم على خير، مع السلامة.